معاذ سيب التليفون ده من ايدك، مش معقول كده يومك كله على التليفون. عينك يا حبيبي هتتعب وعقلك باظ كده غلط. طيب يا ماما يعني اسيب التليفون واعمل ايه؟ اعمل اي حاجه. وانت يا لارين عامله دوشه بالالعاب بتاعتك، يلا اطلعي العبي في اوضتك. على فكره يا ماما احنا لسه في الاجازه، يعني نلعب براحتنا. وبعدين انتوا ضحكتوا علينا، قلتوا لنا هتخرجونا طول الاجازه وما خرجتوناش غير مره ولا اتنين بس، وكل شويه بابا مشغول والاجازه هتخلص. ايوه يا ماما الاجازه هتخلص وكنا عايزين نتفسح اخر مره عشان خلاص هنبتدي مذاكره. هو انتوا ما بتشبعوش خروج؟ ما احنا خرجناكم مرتين وتلاته، هنروح فين تاني بقى؟ على العموم هخرجكم مره قبل الاجازه ما تخلص وندخل بقى في جو المذاكره. مش عارفه بقى بابا هيوافق ولا هيبقى مشغول. طيب ايه رايك يا ماما اليومين اللي باقيين في الاجازه نسافر في اي مكان ونغير جو؟ يس احلى حاجه ان احنا نسافر ونغير جو. نسافر مين؟ انا خلاص مش عايزه اسافر، انا مش برتاح غير في بيتي. يا ماما دايما بتقولي كده، مش برتاح غير في بيتي. هو في احلى من الخروج وتغيير الجو وان احنا نقعد كل شويه في مكان؟ بكره ما تكبري وتبقي زيي هتبقي عايزه ترتاحي من شغل البيت وطلباتكم، وتقولي يا بس لو 5 دقايق اقعدهم على السرير بتاعي وارتاح. لا يا ماما انا مش هقول كده ابدا، انا اكتر حاجه بحبها الخروج. وانا كمان. خلاص اما يرجع بابا ان شاء الله هتكلم معاه وامر لله، اشوف هيوديكم فين. حلو قوي كده، اروح بقى احضر شنطتي عشان نسافر. هو انت خلاص قررت انك مسافر؟ مش اما يرجع بابا ونتكلم معاه ونشوف هيوافق ولا لا. ماما انا جعانه قوي وبطني بتصوصو، عامله لنا غدا ايه النهارده؟ عامله لك اكله انت بتحبيها، جلاش باللحمه. يا سلام ده انا بحبه قوي قوي يا ماما، ربنا يخليكي ليا. اصحابي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا انزلوا حالا تحت الفيديو اعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك في القناه واكتبوا لي كومنت حلو وقولوا لي رايكم في الفيديو. يلا حالا اعملوا لايك، بحبكم يا احلى اخوات في الدنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بابا جه يعني هنا ياكل. انت فرحانه اني جيت عشان الاكل؟ عارفك تفصى من يومك، اكيد عامله اكله حلوه. ايوه يا بابا ماما عامله جلاش باللحمه. مش كنت تستنى ما تقولوش يا معاذ عشان نقول له حذر فذر عاملين اكل ايه؟ هي فزوره ولا ايه؟ يلا يا كريم غير لبسك وانا هحضر الاكل على السفره. بسرعه يا بابا عشان انا جعانه قوي. حاضر حاضر خلاص. تسلم ايدك يا ليلى، الجلاش حلو قوي. الف هنا. ماما طالما مبسوط من الاكل وعاجبه كده قولي له ان احنا عايزين نخرج نغير جو. طيب استنى اما ناكل، ده لسه راجع من الشغل. خير يا ليلى، بتتكلموا بصوت واطي ليه كده؟ هو في حاجه انا معرفهاش؟ لا ابدا يا كريم، انت عارف لارين ومعاذ خلاص الاجازه بتاعتهم قربت تخلص، وكانوا يعني عايزين يغيروا جو قبل ما تخلص. هو انا فاضي بقى؟ انا فسحتكم في اول الاجازه. معلش بقى يا كريم عشان يبتدوا الدراسه وهم نفسيتهم مظبوطه. ايوه يا بابا يا ريت احجز لنا يوم او اتنين في اي مكان حلو. اهم حاجه بس يا بابا تاخد اجازه. يا ريت يا كريم تاخد اجازه. خلاص موافق، هاخد اجازه وافسحكم في مكان عمركم ما رحتوه. فين المكان ده يا بابا؟ بيت جدكم القديم اللي في المزرعه، بقاله سنين مقفول، بس متاكد ان الجو هناك هيعجبكم قوي. يعني يا بابا يوم ما نغير جو نروح البيت اللي في المزرعه؟ ده جو جميل وهيعجبكم قوي. انا فسحتكم في اول الاجازه ووديتكم اماكن انتوا عايزينها. خلاص بقى اي مكان هنروحه هندفع فلوس قد كده، لكن المزرعه حلوه وجميله والبيت بتاع جدكم نفتحه ونقعد فيه شويه، انا متاكد انكم هتتبسطوا. طيب خلاص نحضر شنطنا بقى عشان نمشي. هو انت زعلان ليه كده يا معاذ؟ انا متاكده ان احنا هنتبسط هناك. اكيد اهو مكان جديد هنغير فيه جو. يلا كملوا اكلكم عشان اخلص وانضف المطبخ ونشوف بقى لو محتاجين حاجات ناخدها معانا. هو انتوا مستعجلين على ايه؟ هو احنا يعني هنسافر دلوقتي؟ ده بكره ان شاء الله. خلاص بكره. هو انت ليه مش مبسوط يا معاذ ان احنا هنسافر المزرعه ونروح بيت جده القديم؟ انا كنت زهقان، كنت عايزه اروح اي مكان تاني احلى، بس خلاص انا متحمس ان اروح المزرعه والبيت بتاع جدي، ده احنا عمرنا ما رحنا هناك. تفتكر البيت شكله اثري زي اللي بيبقوا موجودين في التلفزيون؟ ما هو طالما البيت بتاع جده يبقى قديم قوي. ده البيت مقفول من زمان، يعني اكيد محتاج تنظيف كتير، بس مش مشكله هنضف شويه على قد اليومين اللي هنقعدهم وخلاص. هو احنا يعني هنعيش فيه على طول؟ يلا مش مشكله، اهو احنا هنفتكر الذكريات وجو العيله القديم. يلا يا كريم اصحى، الولاد جاهزين ومتحمسين ان هم يروحوا بيت جدهم. انا صاحي اهو بس كسلان اقوم. خلاص حالا هقوم واجهز نفسي. طيب يلا متحمسين؟ طبعا يا ماما جاهز ومتحمس. وانا كمان. طيب اعملي حسابك بقى اول ما نوصل يا لارين انا وانتي هننضف البيت. انا وانتي ليه بقى يا ماما؟ ومعاذ اللي واقف ده مش هيساعدنا؟ لا انتوا البنات اللي بتنضفوا وانتوا بتاكلوا بس. خلاص كلكم هتساعدوني، وتعالوا بقى طلعوا الحاجات اللي انا محضراها في المطبخ عشان ناخدها معانا. الجو هنا في المزرعه حلو قوي يا بابا. مش قلت لكم هتتبسطوا؟ دي الارياف زي ما بيجي في التلفزيون بالظبط، ارض وخضره وبقر
ما هي المزرعه كده، امال انت فاكر ايه؟ يلا يلا نزلوا الشنط عشان ندخل البيت. ده البيت مكركب خالص وكمان ضلمه قوي. هو مفيش كهرباء ولا ايه؟ لا في كهرباء، بس طبعا البيت مقفول بقاله سنين، هنشغلها ليه؟ حالا هوصل الكهرباء. انا هسيبك انت ولارين يا ماما تنضفوا البيت واخرج انا اتمشى في المزرعه شويه. يا سلام، انت عايز تهرب من التنظيف؟ لا، كله هيساعدني. ايوه يا معاذ، عايزين ننضف البيت بسرعه عشان نروح المزرعه. عايزه اشوف الارض المزروعه، اكيد فيها فواكه وخضار، وكمان عايزه اشوف الجاموسه والبقره. والمعزه والخروف، هو احنا ينفع نلعب معاهم يا ماما؟ نلعب معاهم؟ انا بخاف منهم. بابا بقى يبقى يوديكم عندهم تتفرجوا عليهم. ايه بابا شغل الكهرباء. يلا بقى رتبوا ونضفوا وانا هرتاح شويه. ايه ده بقى، مش هتساعدنا ولا ايه؟ هساعدكم في ايه؟ انا سايق طول الطريق، كتر خيري. لا، البيت مطرب قوي وبصراحه شكله يخض. هنساعد بعض كلنا. امر لله، اساعدكم. الكراكيب دي كتيره قوي. خلاص يا ولاد، ما فاضلش غير حاجات بسيطه. البيت قرب ينضف. خلاص تعبنا من التنظيف، انا جعت. وانا كمان جوعت. طيب مش اما نخلص، ده لسه فاضل الدور اللي فوق. والله انا كمان تعبت، عايزين نتغدى. ما انا لسه هعمل الاكل. خلاص خلاص، ولا تعملي اكل ولا حاجه، في محل هنا حلو بيعمل مشويات، هروح اشتري لكم بسرعه وارجع تكونوا خلصتوا الدور اللي فوق عشان نقعد نتغدى. خدني معاك يا بابا. تعالي يا لارين، هاخدك معايا. تيجي معايا يا معاذ؟ لا يا بابا، انا عايزه ارتاح شويه لحد اما تيجوا واتغدى ونبقى نكمل، وبعد كده نبقى نخرج نتمشى في المزرعه شويه. ماشي، يلا يا لارين تعالي معايا. تعال احنا بقى نطلع فوق نروق الدنيا لحد ما يجوا. يا ماما انا عايزه ارتاح شويه. حاضر يا حبيبي، اكيد هنرتاح. يلا بس تعالى. هو ايه الكرسي اللي بعجل ده يا ماما؟ هو جده ما كانش بيعرف يمشي؟ اه يا حبيبي، جدك كان تعبان وما كانش بيقدر يمشي على رجليه، عشان كده جابوله الكرسي اللي بعجل ده عشان يتحرك بيه. طيب يا ماما تعالي ندخل الاوضه دي. ايوه هندخل ننضف، اكيد السراير كلها مطربه. يا معاذ سيب الكرسي يا حبيبي، وما تحركوش من مكانه، وبلاش تلعب في حاجه. هو ايه يا ماما؟ انا لا مسكت حاجه ولا حركت حاجه. على فكره بقى الكرسي اتحرك لوحده. كرسي ايه ده اللي هيتحرك لوحده؟ يا ماما هو انت شفتني اتحركت من مكاني؟ انا واقف بعيد عن الكرسي. يبقى احنا فعلا بسبب تعب السفر والتنظيف اللي عملناه بيجيلنا تهيؤات. خلاص خلاص، تعالى ندخل الأوضة نكنسها وننضفها. ايه ده، هو ايه اللي هبد الباب كده؟ انت يا ماما اللي قفلت الباب جامد كده. لا طبعا مش انا. بقولك ايه، اهدى يا معاذ، دي كلها تهيؤات، اكيد ده صوت من عند الجيران. ايوه يا ماما صحيح. طيب انا هنور النور وننضف الاوضه. اما افتح الشباك اللي هناك ده عشان يهوي الاوضه. ايه ده؟ هي ايه اللعبه دي؟ دي اكيد اللعبة بتاعت بابا وهو صغير. بلاش تمسك حاجة بقى عشان اكيد كلها تراب. هروح اجيب حاجة انضف بيها. الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما، اللعبه بتخنقني، العروسه دي بتخنقني يا ماما. سيبيني سيبيني، ابعدي عني. في ايه يا معاذ؟ الحقيني يا ماما، اللعبه دي فيها روح وبتتحرك بجد يا ماما. دي كانت بتخنقني. هي ايه دي اللي فيها روح؟ ما هي مكانها ايه يا حبيبي؟ مش ممكن تكون في عروسة بتتحرك. انت بيتهيألك عشان البيت قديم وعايز تعيش روح المغامرة. صدقيني يا ماما، انت رحت تجيبي حاجه عشان تنضفي بيها الاوضه ومسكتني وكانت بتخنقني. انا مش بكذب ولا بيتهيألي. خلاص خلاص يا معاذ، تعالى ننزل تحت ونستنى بابا ولارين. تعالى معايا يلا. انا متاكد ان انت مش عاديه. انا خايف يا ماما. ما تخافش يا حبيبي، دي كلها تهيؤات عشان البيت قديم. اكيد كل تفكيرك ان ممكن يكون في اشباح، مع ان البيت عادي اهو. يا ريتني ما جيت معاكم يا ماما. هو ليه بابا يجيبنا هنا؟ يا ريته كان ودانا مكان تاني احسن. ماما هو ايه اللي نزل الكرسي اللي بعجل هنا؟ هو انت نزلتيه؟ مش ده كان فوق؟ ايه ده بقى، انا كده شكيت. البيت ده مقفول بقاله سنين، هو اكيد مسكون برضه. بقى كده يا كريم تجيبنا البيت هنا؟ ده ايه الرعب ده بقى؟ السكتة ليه يا ماما؟ هو انت مش مصدقة كلامي؟ لا لا يا حبيبي، اكيد انا نزلته وانا بنضف، اصل كان عامل زحمه فوق. السلام عليكم، جبت لكم بقى شويه مشويات ما اكلتوش زيها قبل كده، من عند واحد انا عارفه بيعمل الفراخ انما ايه تمام. ريحه الاكل تجنن يا ماما. يلا عشان ناكل، انا جعانه قوي. انا خايف يا بابا، احنا لازم نمشي من هنا. هو ايه ده اللي نمشي نروح فين؟ انا مش عايزه امشي، انا مبسوطه هنا. ده المكان هنا يجنن، انا لسه عايزه اطلع العب. مالك يا معاذ عايز تمشي ليه؟ ده المكان حلو قوي، ده انا لسه هفسحكم فسحه حلوه، والبيت بقى نضيف اهو، تخلصوا الدور اللي فوق. اصل معاذ خايف. ايوه يا بابا، في لعبة فوق اول ما مسكتها لقيتها بتخنقني. حتى استنى كمان يا بابا اوريك رقبتي. فين بس يا حبيبي؟ انا مش شايف حاجه. تعالى معايا وريني اللعبه اللي بتقول عليها دي، كلها تهيؤات. البيت مقفول وبيتهيألك بقى ان انت هتلاقي حاجه كده ولا كده. استنى اما اطلع اجيب اللعبه. اللعبة في اوضة جده يا بابا. ما تخافش يا حبيبي، انا طالع اهو.
هي حبيبي محطوطة لا بتتحرك ولا حاجة، عشان تعرف بس إن دي تهيؤات. ولو اني مش عارفه ليه مش مرتاحه للعبه دي، بس خلاص يا معاذ ما تخافش يا حبيبي، زي بابا ما قالك ما بتتحركش ولا حاجه اهو، والبيت هنا كويس ما فيهوش حاجه. احنا دلوقتي هنتغدى ونخرج نلف في المزرعه شويه. بس انا برضو خايف. خلاص ولا يهمك، هنيمك جنبي النهارده. يلا بقى نحط الاكل، عايزين نجرب المشويات. مالك يا معاذ بتاكل وأنت مش مرتاح ليه؟ وكل شوية تبص على العروسة، ما قلت لك ما فيهاش حاجة. ايوه ايوه يا بابا، ما انا باكل اهو، انا ببص عليها بس. طيب يلا خلصوا أكل، عشان بعد كده هاخدكم افسحكم فسحة حلوة، وقبل ما نخرج هحكي لكم ذكرياتي في البيت هنا مع بابايا ومامتي. انا متحمسه جدا يا بابا ان انت تحكي لنا كل ذكرياتك هنا وانت صغير. كنت بتعمل ايه؟ اكيد كنت شقي ومش بتسمع الكلام. كانت أيام. مش عارفه ليه انا قلقانه من العروسه دي. حاسه بيك يا معاذ، انت كمان قلقان زيي، بس لازم اكون متماسكه عشان ما يخافوش. يلا بقى كلوا وقولوا لي رأيكم في الفراخ إيه. تجنن يا بابا، طعمها حلو قوي. الفراخ جميله، مش كده يا معاذ؟ انا مش حاسس باي حاجه، انا حاسس بطعم الخوف بس. ما قلت لك ما تخافش بقى، خليك راجل. الحمد لله انا شبعت. الحمد لله كلنا شبعنا. يلا بقى عشان احكي لكم ذكرياتي. وانا هقوم ادخل المطبخ انضف المواعين واعمل لكم حاجه تشربوها. ايه ده؟ انا حاسه ان في حاجه واقفه ورايا. ايه ده؟ انا بتهيألي شفت اللعبه بتجري. وايه الورقه اللي على الارض دي؟ امشوا من هنا حالا. نمشي ليه وازاي؟ وايه حكايه اللعبه دي؟ وازاي مشيت وكانت واقفه ورايا في المطبخ؟ اما اروح اشوفها. ايه ده؟ ما هي موجوده في مكانها وما اتحركتش اهي. امال مين اللي كان في المطبخ؟ انا بتهيألي شفتك وانت بتجري. اكيد الولاد بيعملوا فيا مقلب. انا هنادي عليهم، بس معقول يكونوا كاتبين الورقه دي؟ ايوه هو مقلب. يا ولاد، ممكن افهم مين فيكم اللي عامل فيا المقلب ده وكاتب لي الورقه دي؟ مقلب ايه يا ماما؟ وهم هيجيبوا قلم منين بس؟ ده مفيش هنا ولا قلم. اتفضل شوف يا كريم الورقه. ايه ده يا ليلى؟ ما الورقه فاضيه اهي، مش مكتوب فيها اي حاجه. يعني ايه بقى مش مكتوب فيها حاجه؟ انا شايفه بعيني. بقول لك ايه بقى يا كريم، عشان خاطري نمشي النهارده، البيت هنا مرعب وانا مش عايزه ابات هنا. انت بتقولي الكلام ده قدام الولاد عشان تخوفيهم؟ ايوه يا بابا انا خايف. انا ما كنتش خايفه، بس ممكن اخاف. طب اهدي بقى، اكيد مش هينفع نمشي دلوقتي، ده احنا على ما نحضر حاجتنا ونلم كل حاجه ونمشي هتكون الدنيا ضلمت، وما ينفعش نمشي في الطريق ده بالليل. بكره الصبح هنقوم من بدري نمشي. طيب خلاص، بس اهم حاجه لا نروح هنا ولا هنا، نخلينا كلنا مع بعض ونبات بقى لحد بكره ونمشي الصبح بدري اول ما النهار يطلع. حاضر يا ليلى، ما تخافيش بقى وتخوفي الولاد، ما تخافوش يا ولاد. حاضر يا بابا مش هنخاف. انا بقى مش خايف، ده انا مرعوب. طيب تعالوا نطلع نقعد كلنا في الاوضه فوق. ماشي اطلعوا، وانا فاضل كده كام طبق وهطلع لكم على طول. برافو عليكي، انت قررت انك تمشي، ده بيتي ومش بحب حد يقعد معايا فيه. لو كنت هتقعدي اكتر من كده هزيكي انت وولادك. شاطرة انك خلاص بتسمعي الكلام وهتمشوا كلكم مع بعض. لا كريم، الحقني يا كريم. في ايه يا ليلى مالك؟ اللعبه دي مسكونه وطلعت بتتكلم، احنا لازم نمشي. لعبه ايه بس اللي اتكلمت؟ دي تهيؤات، لا هتتكلم ولا هتتحرك. انت بتقولي ايه بس؟ انا متاكده ان هي اتحركت من مكانها وكلمتني كمان، وهي اللي كتبت لي الورقه. طيب تعالي يا ستي انا هشوفها مكان ما حطيتها على الكرسي. ما هي في مكانها هي يا ليلى، لا اتحركت ولا عملت حاجه. واضح كده ان انت بتخافي زياده، اول مره اعرف انك بتخافي كده. لا الموضوع مرعب، احنا لازم نمشي. خلاص يا ليلى تعالي نطلع نرتاح، وبكره الصبح ان شاء الله هنمشي. ما تخافوش يا ولاد، دي لعبه عاديه، واقف مكانها اهي ما اتحركتش. ايوه يا بابا صح، عندك حق، دي ما اتحركتش من مكانها. احنا لازم نهزم خوفنا، مش لازم نخاف ابدا. طيب انا هطلع ارتاح شويه. يلا يا ليلى، انت واضح كده ان اعصابك تعبانه. يلا تعالي نطلع فوق. بقى انتوا مش خايفين مني؟ انت يا بنتي اللي اسمك لارين. الحقني يا بابا، دي ماسكه في شعري ومش عايزه تسيبني. ارجوكم هتقطع لي شعري. ابعدي عن اختي، ابعدي عن اختي، انا هجيب حاجه اضربها بيها. يا بابا يا بابا الحقوني، بتخنقني. الحقوني، الحقني يا بابا، بتخنقني بتخنقني. هو انت سبتيني ومسكتي في معاذ؟ يا بابا الحقنا يا بابا، الحقنا يا ماما. الحقوني الحقوني. ولادي، كانت هتموتنا يا بابا. ايوه يا بابا، خنقتني تاني، كنت هموت. يا ولاد ازاي بس؟ يعني العروسه بتخنقك؟ وشدتني من شعري، كانت هتقطعهولي.
صدقتني بقى يا كريم. يا بابا احنا لازم نمشي من هنا. انت بتحب البيت ده ومش عايز تتأكد انه فيه حاجات عشان هو بيتك القديم اللي كنت عايش فيه، وعايزنا نفضل نحبه عشان نيجي هنا كتير. احنا مش عايزين نيجي يا بابا. يا ولاد، ما العروسه قاعده اهي ما بتعملش حاجه ولا بتتحرك، اشمعنى انتوا بس اللي بتشوفوها؟ مش عارف يا بابا، اما بتشوفك بترجع طبيعية وبتقعد مكانها، لكن هي بتتحرك. يعني كانت بتخنقني وشدت شعري لارين. احنا لازم نمشي حالا، وكمان مش هننام هنا. الولاد عندهم حق يا كريم، لازم نمشي. يعني انتوا عايزين نصدق ان اللعبه اللي معموله بالقطن القديمه دي بتتحرك؟ ده شويه قطن وقماش بنعملهم واحنا صغيرين. واضح كده ان انتوا في حاجه غريبه، ولا متفقين عليا ولا ايه؟ عايزين نكره البيت هنا عشان ما اجيش تاني؟ يا بابا تكره ايه بس؟ ما احنا كنا فرحانين وعايزين نخرج نتفسح. ده انا حتى كنت عايز اركب الحمار والعب مع الجاموسه. قالوا كده بلاش كلام فاضي. انت السبب يا ليلى. اما تبقي كبيره كده وبتخوفيهم عايزاهم يقولوا ايه؟ انت اكيد عامله كده عشان ما اقولكيش في يوم من الايام نيجي نعيش هنا. نعيش؟ بقول لك مش عايزه اقعد هنا ولا ثانيه واحده. البيت ده مقفول بقاله كتير، يعني اكيد فيه حاجه. لا دي تهيؤات وانا مش بصدق الكلام ده بقى. يا بابا ارجوك صدق، دي بتتحرك. ما انا شايفها قدامي اهو، يا ريت تتحرك واشوفها. لا يا بابا دي بتخاف منك. ايوه يا بابا اكيد بتخاف منك. صدقني يا كريم، اسمع الكلام، لازم نمشي من هنا. اللعبه القطن دي وراها مصايب. طيب خلاص، انا هجيب الولاعه وهولع فيها. لو اتحرقت يبقى لعبه عاديه وما فيهاش حاجه، اما لو ما اتحرقتش يبقى دي مصيبه وكلنا هنمشي من هنا. انا هحرقها دلوقتي عشان اثبت لكم ان هي مجرد قطن. انت عايز تموتني يا مجنون؟ انا اللي هموتكم كلكم. اجروا خلونا نهرب من هنا. ده انتوا طلع عندكم حق. الباب مش بيفتح، هنعمل ايه؟ تعالوا ننط بالبلكونه بسرعه. البلكونه مقفوله، هنعمل ايه؟ هتهربوا تروحوا فين؟ كل الابواب مقفوله. على فكره بقى يا بابا، هو ما يقدرش يأذينا، احنا نقرا قرآن ونهرب من هنا. احنا هنقرا قران وهرمي عليه الولاعه عشان يتحرق. مش هتلحق. ارمي الولاعه عليه يا بابا بسرعه واجروا ورايا يلا. تستاهل انك تتحرق. يلا اجروا على بره بسرعه يا ولاد. مش هتلحق، الابواب مقفوله وهتتحرقوا وتموتوا كلكم معايا. النار محوطانه من كل مكان والشبابيك والابواب مقفوله، هنعمل ايه؟ هنموت هنا كلنا. تعالوا ورايا، هي الباب اللي مفتوح باب الجراج مفيش فيه قفل، هو الباب اللي ما فيهوش قفل مش ممكن يتقفل. اجروا ورايا بسرعه قبل البيت كله ما يتحرق. بسرعه يا ولاد قبل النار ما تحرق كل المكان. يلا يا ولاد اجروا ورايا. يعني فضل السنين دي كلها مقفول، واول ما نيجي نقعد فيه يومين يحصل كده؟ قلت لك البيت ده مش طبيعي، كنا مشينا قبل ما يتحرق وبعد كده شفنا حل، جبنا حد يقرا فيه القرآن ولا عملنا حاجه. ما هو برضو يا بابا غلط ان البيت يفضل مقفول كل الفتره دي. لازم كل فتره اللي عنده بيت يفتحه ويهويه ويفتح الشبابيك ويشغل فيه قرآن، ما يسيبوش مهجور كده ابدا. او حتى كنا اجرناه. الحمد لله ان احنا خرجنا كويسين. يلا بقى ناخد العربيه ونرجع بيتنا، ويا ريتنا ما قلنا عايزين نتفسح. معلش يا ولاد انا اللي غلطان، كان المفروض افسحكم في مكان تاني. بس ما تقلقوش، عمي الله يرحمه عنده شاليه كبير على البحر، هاخدكم ونروح نقعد هناك. عمك الله يرحمه يعني الشاليه مقفول؟ لا مش ممكن. يلا بسرعه نركب العربيه ونمشي، مش هنروح اي مكان مقفول تاني. ايوه الولاد عندهم حق، يلا. هتلاقي الشاليه ده من يوم عمك ما مات محدش دخله. سلام. انا اللي غلطان، كنت عايز افسحكم في الشاليه بتاع عمي. الله يرحمك يا عمي، بقالك 20 سنه ميت، ومن يوم ما مت محدش دخل الشاليه.